آدم سلام الله عليه يعني أخرجه من الجنة سيدنا إبليس. إذن وليته وناموس، وأنا في صنعاء أتجرع الذل والإهانات. والآن عندما أتى عبد الملك الحوثي برجال الله وسالت الدماء فعلا وأرادوا أن يمحوا صعدا من الوجود، وليته قلنا لك أوالي الشيطان. ليس شيطانا، وليس عبد الملك، ليس شيطانا ولا صالح شيطان ولا الإصلاح. إذا نومسني الشيطان الرجيم فأنا أوالي. المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس، نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم، نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم، بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان. ابن آدم سلام الله عليه يعني أخرجه من الجنة سيدنا إبليس رضي الله عنه.